وواكلها بالكائن اللي جواها، بريشه بعظمه بكل حاجه فيه. جابوا القرد ده، مسكوه وفلقوا دماغه نصين وطلعوا المخ وقالوه وبياكلوه طازه زي ما يعني بياكلوه زي ما هو. لو عاوز تعرف شعب معين اعرف بياكل ايه وبياكل ازاي. الاكل اتحول في حياتنا من مجرد حاجه بنستخدمها علشان نعيش لفن. كل شعب بيتفنن فيه بطريقته الخاصه علشان يعبر عن نفسه وياكل ويتكيف ويتمزج. علشان كده بقت الاكلات بتعبر عن الشعوب. فبقول لك لو عاوز تعرف شعب اعرف هو بياكل ايه. لكن المشكله ان في شعوب قررت ان هي هتهب منها على الاخر فتاكل الاخضر باليابس. علشان كده هتلاقي اكلات عمرنا ما كنا نتخيل في حياتنا ان الانسان ممكن ياكلها. من الاخر الحلقه دي لو بتاكل او هتاكل اقفلها واتفرج عليها بعدين، علشان هنتكلم عن اغرب الاكلات في العالم. واللي هيفاجئك ان في دول عربيه موجوده في الحلقه دي، واللي مش هيفاجئك ان الصين موجوده في الحلقه دي طبعا باكلاتهم الغريبه. فاول حاجه ما تنساش تعمل لايك، تنسى تشترك في القناه لو انت مش مشترك، ويلا نشوف ايه هي اغرب الاكلات. معانا 10 اكلات هنرتبهم من حيث الغرابه من اول 10 لواحد، بحيث ان واحد تكون هي الاغرب على الاطلاق من وجهه نظري طبعا. فانزل تحت في الكومنتات وقول لي ايه هي اغرب اكله شفتها او سمعت عنها قبل كده، ويلا نشوف ايه هم الاغرب 10 اكلات في العالم. رقم 10 من هنا من مصر، اللسان. اللسان في ناس كتير في مصر بتسلقه او تقليه او بتعمل منه اكلات، المهم يعني ان هو بيتاكل. معرفش بصراحه بيجي لهم قلب منين ان ممكن اللسان يفكر ان العضو ده، الرخو ده يتاكل او يطلع منه اكل. بصراحه يعني اللحم كله موجود تمام، لحمه الراس تمام، لكن اللسان ليه؟ بجد ليه؟ ليه لازم ناخد الضحيه للاخر؟ يعني لازم ناخد الذبيحه لاخر حته فيها وناكل كل تنتوفه فيها يعني بجد. بالنسبه لي هي اكله غريبه بالنسبه لناس كتير في مصر او في العالم، معرفش يعني. المهم ان هي بالنسبه لناس كتير ممكن تكون حلوه او اكله عموما، لكن بالنسبه لي انا لا، هي غريبه وعلى الاقل خالص هي في رقم 10 يعني. رقم 9، العنكبوت المقلي. تعرف ان في كمبوديا، في دولة كمبوديا بياكلوا العناكب؟ يعني انت لو شخص عندك فوبيا من العناكب او بتخاف من العناكب، تدخل مطعم في كمبوديا تبص تلاقي محطوط لك طبق كده جميل محطوط فيه عناكب، فاهم؟ العناكب ومش عناكب البيت العادية اللي هي الصغيرة دي، لا عناكب كبيرة وبتتقلي بقى بايديها وبرجليها كده وبمخالبها وكل حاجة فيها. بص تلاقيها محطوطة على الطبق قدامك كده. المهم ان هي بتتباع عندهم، يعني سلعة بتتباع، وفي بياعين بيبيعوا عناكب تاخدها تقليها في البيت. رقم 9 عموما يعني. رقم 8، بص يعني بعيد عن الامريكان وكل الحاجات الغريبه اللي ممكن يعملوها في حياتهم، ليه بجد تاكل برجر بديل تمساح؟ يعني ايه اللي يخليك تروح تجيب الكائن المتوحش ده من البحيره بتاعته وتقطع ديله وتقليه وتحطه مع اللحم وتعمله في سندوتش برجر وتاكله؟ بجد انا مش فاهمك ازاي اصلا يعني فكرت في ده؟ يعني ازاي تفكر في حاجه زي كده؟ دي الاكله رقم 8 معانا. اكله في امريكا في ولايه فلوريدا، بيجيبوا ديل التمساح ويتقطع ويتعمل ويتقلي كده ويتحط مع اللحم ويتحط في البرجر ويتعمل منه احلى سندوتش برجر تمساح في حياتك. يعني لازم تكون من اغرب الاكلات بصراحه في العالم. رقم 7، الطحالب. الطحالب اللي مش عارفها هي البتاع الخضراء او الحاجه الخضراء اللي بتبقى موجوده في الميه تحت الميه كده، محطوطه على الصخور او لازقه على الصخور. ده كائن حي عموما اصلا موجوده على الصخور دي. الشيء الاخضر ده في اليابان قرروا ان هم يروحوا يجيبوه وياكلوه. ياكلوا الطحالب الخضراء يعني من قله نعم ربنا اللي موجوده في البحر كله. السمك كلوا الاخطبوطات وقلنا ماشي، كل انواع الاسماك وكلوها نيه ما فيش مشكله لكن تجيب الطحالب تاكلها ليه؟ بجد بجد ليه؟ الطحالب اكله موجوده في اليابان، من اغرب الاكلات اللي ممكن اكون سمعت عنها. رقم 6، والمفاجاه دوله عربيه، السعوديه. بياكلوا جراد. الجراد اللي موجود، الجراد اللي بيطير اللي بنسمع عنه احنا يمكن هنا في مصر ما بنشوفوش، لكن الجراد ده بيجيبوه في السعوديه واكله مشهوره في المدينه والطائف. بيجيبوا الجراد وبيقلوه وممكن يعتبروه ان هو يعني تسالي، فاهم؟ اللي هو بصراحه مفيد يعني، هو فيه بروتينات بس يعني، فاهم؟ جراد يعني. فول الصين العظيم لما اكل صرصار بصراحه يعني احنا بنضربه عندنا بالشبشب في مصر. فيعني انا اتفاجئت بصراحه ان السعوديه ممكن يكون فيها اكله غريبه، ممكن يعني تقريبا وجودهم في اسيا يعني ايه عمل مشكله بصراحه يعني. ندخل بعد كده على التوب 5، اقوى 5 اغرب اكلات في العالم. نبدا برقم 5، قال لهم شويه في الحده، عيون التونه المقليه. في اليابان بيجيبوا، يعني احنا قلنا بياكلوا السمك، خلاص تمام يا معلم، قلت بتاكله وبتاكله ني مفيش مشكله. قام جاب السمك وخد عيون التونه وبيقلوها وبياكلوها. انت متخيل؟ العين بتاع السمك من جوه وبياكلوها. بنلطف بينا. رقم 4، نرجع تاني لأمريكا وبالحاجات الغريبة. يعني آخر حاجة شفنا لهم التمساح اللي عملوه برجر في تمساح، ها؟
دلوقتي عملوا لحم مقدد بالشوكولاته. جابوا لحمه، يعني هما بيجيبوا لحمه الخنزير، بعيدا ان انت بتاكل لحمه خنزير اصلا، ها بتجيب لحمه خنزير وتاكلها، لا وكمان بتحط عليها شوكولاته. ليه؟ يعني بجد ليه؟ يعني ليه بتعمل كل الجرائم اللي في الدنيا في وقت واحد؟ حرام عليك. رقم ثلاثة، نروح بقى للتقيل. الناس اللي عرفت تقدر الاكل صح، الناس بقى اللي ايه، عرفت ازاي تقرفنا بجد. عارفين القرود؟ القرد اللي بيتنطط على الغابة في الغابة ده وبيقعد يعمل حركات وبنحبه كلنا وشكله كيوت ده، في الصين وفي آسيا جابوا القرد ده، مسكوه وفلقوا دماغه نصين وطلعوا المخ وقالوه وبياكلوه طازة زي ما يعني بياكلوه زي ما هو، فاهم؟ بياكلوا المخ طازة يعني كده. انت فاهم؟ في الصين. ده رقم ثلاثة، أدمغة قرود مقلية. رقم اتنين، ومن رقم اتنين ورقم واحد بصراحة أنا يعني كنت محتار ما بين الاتنين مين فيهم أقرف من التاني بصراحة. برضه في الصين قرروا ان هم تقريبا الاكله اسمها البيض القرن او بيض القرن. المهم يعني ان البيض ده هو بيض معفن اسود. بيجيبوا البيض ويدفنوه في الطين بيدفنوه يعني. المهم ان هو لغايه لما يعفن والبياض بتاعه بيغمق انت فاهم، والصفار بتاعه بياخد لون اسود كده. المهم ان هو مسمينه البيض يعني البيض الاسود تقريبا، وبياكلوه وبيبقى ريحته نفاذه كده، طالع منها يوريا وريحه العفن. بياكلوه والله في الصين، فاهم؟ طب ما احنا بناكل فسيخ، هو سمك معفن. يا اسطى بيض معفن. سمك لا معفن. سمك الفسيخ سمك مملح. معفن. واحنا اللي بنقول على نفسنا ان احنا غراب ان احنا بناكل فسيخ؟ يا راجل ده احنا ارحم بكتير. نيجي بقى الرقم واحد، الاكله اللي اسمها يبان كيوت، فاهم؟ اللي اسمها اكله البالوت. البالوت، فاهم؟ اللي هو في الصين مسمينها اكله البالوت. ايه بقى اكله البالوت دي؟ عارف البيض؟ احنا كلنا بناكل البيض، بعيد عن البيض المعفن بتاعهم يعني اللي هو كان البيض الاسود ده. لا احنا كلنا بناكل البيض العادي بتاعنا ده ونسلقه وناكله الكلام ده كله. هما بقى بيجيبوا البيض ده يعملوا عليه فيه تركايه بسيطه خالص كده، بيحطوه في حضانات، ماشي؟ اللي هو بحيث ان هو يبقى جواه كتكوت او فرخ، اللي هو ايا كان، لو بيض بطه او فرخه يعني. فاول ما البيض ايه، بعد ما يبقى فيها كائن جواها، ها، يجيب البيضه دي ويحطها في ميه مسلوق، ميه سخنه، او ما يسلقها يعني 20 25 دقيقه كده، وراح جاي مطلعها ومقشرها وواكلها بالكائن اللي جواها، بريشه بعظمه بكل حاجه فيه، فاهم؟ اللي هو اكله البالوت. انا مش فاهم بصراحه يعني الصينيين بيفكروا في ايه يعني؟ بعيدا عن شوربه الخفافيش اللي بيشربوها والاكلات الغريبه دي، ناويين يروحوا بينا فين تاني؟ انا مش عارف بصراحه. المهم يعني وصلنا لاخر حلقه القرف والاكلات الغريبه دي. فلو انت عندك اي اكله مستغربها او اكله شفتها في حياتك كنت اغرب من الاكلات اللي انا قلتها دي، انزل قول لي تحت عليها في الكومنتات، واخبط لايك وما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك، واقفل يا عم الحلقه دي. سلام عليكم.